السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الشاطرين، طلاب أولى ثانوي دفعة 2025، أهلا بك يا بطل بعد العيد مع التقييم الأسبوعي رقم 9. خلي بالك التقييم رقم 8 ده كان أسبوع العيد، فطبعا الوزارة مش هتنزل لك تقييم في أسبوع العيد. واخد بالك؟ أنا عارف إن أنت عارف يا عارف، فخلي بالك احنا هنبدأ مع بعض دلوقتي التقييم رقم 9. بس خلي بالك وركز معايا قوي في التقييم عشان في بس بعض الأسئلة فيها مشاكل، فنقدر بس نعالجها مع بعض. يلا كده نرجع نسمي الله ونبدأ مع بعض. أول سؤال، تعال نشوف السؤال الأول بيقول لك إيه. الراجل هنا بيقول لك: جسدت الدراما المصرية في أحد الأفلام قصة شخص خارج عن القانون. أنا عندي شخص أهو خارج عن القانون يا باشا، أهو أنا عندي شخص خارج عن القانون. الشخص بيحتاج لإيه يا عم؟ يحتاج لزرع قرنية بالعين، فقام باصطحاب شخص آخر غير عاقل بالقوة. وعايزك يا باشا تركز قوي على كلمة القوة دي وهنحتاجها دلوقتي، خليها معانا هنا. للطبيب غير عاقل بالقوة للطبيب، هو خد الشخص ده بالقوة للطبيب، بالإكراه لو تاخد بالك، الذي قام بعد حصوله على التكاليف. الطبيب خد فلوسه اهو بنقل القرنية من الشخص غير العاقل للشخص خارج عن القانون. هو لو تاخد بالك هو ده فيلم الحرامي والعبيط، هو مستنبط السؤال منه. ايه يا صلاح يا روسي حبيبي، عارف انت هو ده صلاح روسي. فخلي بالك بقى، بيقول لك: مسلك الطبيب في الموقف السابق يتعارض مع احد عناصر الموافقه المستنيره. هو خلي بالك بيتعارض، خلي بالك هو الطوعيه. خلي بالك الطوعيه، الراجل هنا كان بيقول لك ان هو الانسان او المريض لازم يكون له الحريه. طوعيه لازم الانسان يكون عنده حريه واستقلاليه. طب انت هنا بتاخده بالاكراه، فخلي بالك هو هنا عكس، هو هنا بيتعارض مع الطوعيه لو تاخد بالك. فهنا خلي بالك هتبقى الاجابه ايه؟ رقم الف الطوعيه. هي مش الافصاح، انا ما بفصحلوش هنا، انا مش بديله معلومات عن بحث، يبقى هي خلي بالك مش الافصاح ولا المنفعه. خلي بالك المنفعه مش عناصر، المنفعه دي من المعايير، وهو عايز عناصر لو تاخد بالك. وطبعا يا رجاله الفهم اللي هو الادراك، اللي هو الانسان يفهم المصطلحات. وهنا بيقول لك انسان غير عاقل، انسان مريض لو تاخد بالك، وعايز ينقل قرنيه. فالاجابه يا رجاله هتبقى رقم الف الطوعيه. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. الراجل هنا بيقول لك: يفرض على الطبيب حماية الأفراد فاقدي الأهلية. بالراحة بس كده، أفراد فاقدي الأهلية والغير قادرين على اتخاذ قرار بخصوص رعايتهم الصحية. استخلص مما سبق أحد معايير. هو الراجل هنا خلي بالك بيقول لي معايير، يعني أنا دماغي ما بتروحش غير لحاجات معينة. إيه هي الحاجات المعينة؟ زي المنفعة، عدم إلحاق الأذى، والفردية أو الاستقلالية لو تاخد بالك. وآخر حاجة خلي بالك الاستقلالية. تعالوا كده يا جماعة المعايير. طب هنا الراجل بيقول لي إيه؟ خلي بالك هنا هو بيقول لك فاقدي الأهلية غير قادرين. يا باشا أنا بيفرض عليك أنت حماية، فخلي بالك كده أنا بتكلم على المنفعة، لو تاخد بالك. والمنفعة هو هنا بيقول لك: استخلص مما سبق أحد معايير الأخلاقيات الطبية الحديثة معقبا عليها في حدود سطر. أنا هقول له يا باشا إن ديت المنفعة. وإيه المنفعة دي يا عم؟ المنفعة هي كل ما فيه الخير، كل ما فيه من خير لصالح المريض. فالصحة الجيدة، الصحة كده دي خلي بالك قال لك إيه بقى؟ هدف كل مريض، فهتحقق لي استفادة للفرد والمجتمع لو تاخد بالك. فكده أنا عندي استفادة للفرد وعندي استفادة للمجتمع لو تاخد بالك. ودي اللي اتكلمنا عنها يا رجالة، اللي هي المنفعة لو تاخد لي بالك. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. ده بقى الأداء المنزلي اللي هو بتاع المنطق. الراجل هنا بيقول لك إيه بقى؟ بيقول لك: مجموعة من المفاهيم والتعريفات والافتراضات والبديهيات والنظريات المرتبطة التي يتم تنظيمها بطريقة منطقية داخل إطار رياضي. مجموعة، نسق، بناء متكامل. بيقول لك نستخلص من العبارة السابقة مفهوم إيه؟ خلي بالك هو ده مفهوم المنهج العلمي؟ مفيش يا باشا الكلام ده. بص
بناء متكامل ربط مفاهيم، تعريفات، افتراضات، بديهيات. خلي بالك انا كده بتكلم عن حاجه اسمها النسق الرياضي. لو تاخد بالك نسق رياضي، ماشي يا باشا، دوت تعريف النسق الرياضي، وخلي بالك من التعريف ده مهم جدا. السؤال اللي بعد كده، الراجل بيقول لك اذا كان السطح مستوي فان مجموع زوايا المثلث تساوي قائمتين. استخلص مما سبق احدى خصائص القضيه الرياضيه. بص اذا كان السطح يا باشا ده سبب، فان، بس يا باشا دي كده نتيجه. طالما انا عندي السبب ونتيجة، انا عندي شطر تاني يلزم عن الشطر الاول، فانا كده خلي بالك بتكلم عن حاجة اسمها اللزوم المنطقي. خلي بالك لزوم منطقي ان من خصائص القضية الرياضية، خلي بالك، هي ان هي تحصيل حاصل، وان هي عدم الحاق الضرر. يعني ان هي يا جماعة واللزوم المنطقي 3 حاجات. خلي بالك، بس خلي بالك ان انا بتكلم عن اذا كان السطح، بتكلم عن سبب وبتكلم عن نتيجة، فاذا يا باشا دي حاجة اسمها اللزوم المنطقي لو تاخد لي بالك. السؤال اللي بعد كده، تقول ناهد البقسمي اعفاء الانسان من مسؤولياته، تمام، لعدم علمه بالنتائج. انا بعفي الانسان من المسؤولية لعدم علمه بالنتائج المترتبة على افعاله في المواقف التي تواجهه، وهذا ينطبق على الاطفال وينطبق على الاشخاص الذين لا يتمتعون بقدرات عقلية تمكنهم من ادراك المواقف ومعرفة النتائج المترتبة. بص خلي بالك السؤال ده على الكلام اللي هو فيه دوت، خلي بالك هنا هو المفروض يبقى اجابته الاهليه، بس هنا يا باشا الراجل بيقول لي انا عايز عناصر موافقه مستنيره، والاهليه مش من عناصر الموافقه المستنيره، او من عناصر الموافقه المستنيره، بس هي مش موجوده معايا دلوقتي. الاهليه يا جماعه من العناصر بس هي مش موجوده. فايه اقرب اجابه؟ هل هي افصاح؟ هل هي طوعيه؟ هل هي فهم؟ هل هي موافقه؟ خلي بالك هنا الراجل كلمني عن ادراك وكلمني عن وعي. لما يكلمك عن ادراك ووعي، خلاص يا باشا هي اقرب اجابه هنا الفهم. بس هنا خلي بالك السؤال فيه مشكله، السؤال المفروض اصلا يبقى اهليه، مش يا جماعه حاجه من دول. بس اقرب اجابه بعد الاهليه للكلام ده هي طبعا الفهم لو تاخد لي بالك. تمام كده يا رجاله، خلي بالك من السؤال ده، المفروض اجابته الاهليه، وان شاء الله هيتم اعاده النظر في السؤال ده كمان مره لحد ما نشوف الوزاره ان شاء الله هتعمل ايه. السؤال اللي بعد كده، الراجل هنا بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك عندما يقوم الباحث بتوضيح المصطلحات الطبية. الباحث هنا بيوضح مصطلحات طبية ومعانيها للمريض قبل إجراء التجربة المتعلقة بالبحث الذي يقوم به، يدل ما سبق على أحد عناصر الموافقة المستنيرة. تمام، هو عايز عناصر موافقة مستنيرة. تمام يا عم، عايز عناصر. خلي بالك هنا بقول لك انا بوضح المصطلحات، يعني انا اديته المصطلحات بس انا بوضحها له. لو تاخد بالك انا هنا بتكلم عن الفهم، لان قلت لك ان الفهم هي وعي وادراك. هو عايز يفهم وعايز يوعى بالادراكات بالمعلومات اللي هو خدها. طبعا هنيجي ندور هنا مش هنلاقي الفهم. طب ازاي ده يا جماعه؟ فطبعا ده سؤال تاني اهو. بس خلي بالك هو اللي بعد الفهم على طول، اللي بتوضح الفهم على طول، الاتنين المرتبطين ببعض هي الافصاح. بس خلي بالك انا وانت عارفين ان هي الفهم، بس طبعا اقرب اجابه ليها الافصاح، لان مش موجوده عندي الفهم هنا لو تاخد لي بالك. الراجل هنا يا باشا بيقول لك ايه السؤال اللي بعد كده؟ المربع سطح محاط بأربعة خطوط مستقيمة متقاطعة. يمثل القول السابق داخل النسق الرياضي قضية محمولها. خلي بالك أنا هنا بتكلم إن هي تحصيل حاصل. خلي بالك أهو يا باشا، أنا بكلمك إن القضية دي من خصائصها إن هي تحصيل حاصل. يا عم هو يعني إيه تحصيل حاصل دي؟
تحصيل حاصل يعني مفيش جديد في القضية، يعني محمولها ما بيضيفش لموضوعها شيء لو تاخد بالك. فخلي بالك هنا لا يلزم عن موضوعها، لا يا عم هنا بيضيف جديد، بقول لك يا عم ما بيضيفش. خلي بالك يتناقض مع واقعها، لا هو يستمد من موضوعها. هو المحمول مستمد من الموضوع لو تاخد لي بالك، محمول ده نتيجة، الموضوع ده الأساس ذات نفسه، فخلي بالك هو المحمول مستمد من الموضوع، فهي ما بيدينيش أي نتيجة. زي مثلا لما أقول لك يا عم 1+1 بيساوي 2، فين الجديد؟ انت ايه اللي انت ضفته لي؟ هي عمليه وتمت من غير اي حاجه، ما فيهاش اي مشكله اصلا لو تاخد لي بالك. السؤال اللي بعد كده، الراجل هنا بيقول لك ايه؟ الطبيب عليه ان يلتزم بحدود مهاراته المهنيه. طبيب لازم يلتزم بحدود مهاراته المهنيه، تمام؟ ركز، حدود مهاراته المهنيه، وان يستعين بخبره من هم اكفأ منه من الاطباء في مناظره وعلاج مريضه، وذلك عند اللزوم. استخلص مما سبق احد معايير الاخلاقيات الطبيه الحديثه معقبا عليها في حدود سطر. خلي بالك هنا انا بتكلم على المنفعه يا باشا. انا بقول لك هنا ان الطبيب ده لو تاخد لي بالك، الطبيب عليه ان يلتزم بحدود مهاراته المهنيه، حدود مهاراته مهنيه، وان يستعين بخبره بخبره من هم اكفاء في مناظره وعلاج مريضه. خلي بالك هنا انا بتكلم عن المنفعه، وطبعا هتطلع تشرح المنفعه ان هي كل ما فيه الخير، كل ما فيه الخير خلي بالك للايه؟ للمريض. فلازم يكون فيه الكلام ده كله عشان احقق استفاده للفرد واحقق استفاده للمجتمع. وخلي بالك انا اتكلمت عن المنفعه فوق لو تاخد لي بالك. السؤال رقم 5، اللزوم المنطقي صلب الرياضيات. دلل بمثال من عندك على مسابقة. خلي بالك هو اللزوم المنطقي ده ايه اصلا؟ بالراحه يا عم. اللزوم المنطقي دوت يا عم ان الشطر الثاني يلزم عن الشطر الاول. بمعنى تعال نشوف الراجل عايز دلل بمثال. يا عم انا هديك مثال ما تزعقليش، بس تعال اقول لك الشطر الثاني والشطر الاول بيقول لك ان من تعريفاتها ان الشطر الثاني يلزم عن انهي شطر يا رجاله؟ يلزم عن الشطر الاول. هو 5+5 مش بيساوي 10؟ مش 10 دي هي 5+5 بالظبط. فهنا يا باشا هو يلزم عن الشطر الاول لو تاخد بالك. ادي الاجابه يا رجاله وادي المثال، طبعا زي ما احنا متعودين، ودي الطريقه اللي احنا ماشيين عليها على طول في التقييمات كلها لو تاخد لي بالك. السؤال اللي بعد كده بيقول لك لقد سمح قضاة ايطاليا للطبيب اندريس فيزيليوس بتشريح جثة المحكوم عليهم بالإعدام دون أخذ السماح. بص يا باشا، أنا ما خدتش السماح، أنا ما استأذنتش منهم شخصيا أو من ذويهم. معلش يا جماعة آسف. هذا بدافع التعريف على طبيعة الجسم البشري يتعارض ما سبق مع أحد عناصر الموافقة المستنيرة، وهو خلي بالك اللي فات ده كله بيتعارض. هو أنا خلي بالك في الفهم لو تاخد بالك هنا بيقول لك يتعارض ما سبق مع احد عناصر الموافقه المستنيره. ماشي يا باشا تمام. هو انا خلي بالك في الموافقه لما كنت بوافق في اخر عنصر من عناصر الموافقه المستنيره كنت بقول لك ان لازم الطبيب يخلي المريض يوقع كتابيا. يا باشا وقع اديني السماح. طب هنا بقول لك انا ما خدتش السماح، ده كده بيتعارض مع ايه؟ طبعا يا رجاله بيتعارض مع الموافقه. تمام. طبعا مش الافصاح، طبعا مش الطوعيه ولا الفهم، الكلام ده كله يا جماعه بعيد كل البعد عن راس السؤال. هو بيقول لك بيتعارض مع حاجه بيفهمها، فهي طبعا الموافقه. السؤال اللي بعد كده الراجل بيقول لك ينص اعلان حقوق المرضى على ان تصرف المرضى في صحتهم من حقهم، وينحصر دور الطبيب في ارشادهم ونصحهم. يوظف الدلاله السابقه على احد عناصر الموافقه المستنيره. خلي بالك هو بيقول لك ان المريض ليه الحق ان هو يتصرف في صحته. انا كمريض ليا الحق. هو اللي كان بيقول لي كده مين؟ احد عناصر الموافقه المستنيره مين؟ سامعك اللي بتقول توعيه. والله سامعك. هي يا جماعه طوعيه لو تاخد بالك. هي يا جماعه خلي بالك الاخلاق البيوتيكا دي او الاخلاق البيوطبيه دي هي بتتحل كده
انت بتفهم السؤال وبتلاقي الاجابه على طول. هو انت ما فيهاش تحليل، فين التحليل في كده يا عم؟ انا فين فهم افصاح؟ طب انا كده بفهم فين هنا؟ بفصح فين هنا؟ انا بقول لك ان الطبيب لازم يتصرف في نفسه. في اللي كان بيقول لي ان الطبيب لازم يصرف وينيل الحريه وليه الاستقلال ويقدر ياخد قرارات شخصيه، مين اللي كان بيقول لي كده؟ ما فيهاش كلام، هي الطوعيه. خلاص يا جماعه، فخلي بالك هي دي بس ايه، ده التقييم ده هو ماشي كده، هو الكلام عارف هو رايح فين، مفيش حاجه هتتحلل مش منطق هو لو تاخد لي بالك. تمام. تعالى يا رجاله نخش في السؤال اللي بعد كده. بيقول لك بناء عقلي محكم. بص، بناء عقلي نسق رياضي، نسق رياضي نسق رياضي. بس تعالى نكمل. بناء عقلي محكم مكون من مقدمات أولية ونتائج مترتبة على المقدمات الأولية ديت، تعتمد نتائجه على مقدماته وتستمد صحتها منها، وليس له علاقة بالواقع الخارجي. ما انا عارف ان عشان بتستمد صحتها منها فهو ملوش علاقة بالواقع الخارجي، بديهيات. يكشف ما سبق عن مفهوم النسق الرياضي، ما فيهاش كلام. بناء عقلي مترابط او بناء عقلي محكم، نسق رياضي. السؤال اللي بعد كده، يجب على كل مريض ان يحدد مسار العمل الذي يكون اكثر انسجاما معه، وان يتمتع المريض بالحرية في اختيار علاجه. استخلص مما سبق احد معايير الاخلاقيات الطبية الحديثة. قلت لك معايير، هو بيخليني اروح لحاجات معينة. معايير، ما بروحش لكل حاجة، ما بروحش لعناصر، ما العناصر المعايير معروفة. خلي بالك هنا ان الراجل يكون له حرية، ان الراجل يحدد مساره لوحده. خلي بالك هنا انا بتكلم عن احترام الاستقلالية الفردية. يا عم ماشي، ايه استقلالية فردية دي اصلا؟ يا عم هو عايزني انا اعقب عليها في حدود سطر. تمام، تعالى نعقب. احترام الاستقلالية الفردية دي تعريفها يا عم محمد، هي حق الفرد في التحكم في الرعاية الصحية الخاصة به دون أن يتعرض إلى أي تأثيرات أو أي ضغوطات خارجية. يا باشا أنا الفرد أهو، أنا أعمل اللي أنا عايزه. اسمها يا رجالة احترام، استقلالية، فردية، حرية. فأنا أعمل اللي أنا عايزه كفرد. فطبعا دي إجابة السؤال رقم 4. رقم 5 بيقول لك ان القضية الرياضية قضية تحليلية. تمام، محمولها مستمد من موضوعها. خلي بالك انا بتكلم ان هي تحصيل حاصل، ان المحمول لسه قايل لك السؤال ده فوق والله، ان المحمول مستمد من الموضوع. بيقول لك ده بالمثال من عندك على ما سبق، بمعنى ان محمولها لا يضيف جديد لموضوعها. هقول له ان دي تحصيل حاصل، ان المحمول مش بيضيف جديد للموضوع بتاعها. فتعالوا يا رجاله ناخد مثال. المثال يا عم اهو، واحد اهو يا عم، 1+1=2. فين يا باشا ان المحمول ضاف للموضوع؟ مفيش جديد، هو الحاجات معروفة والحاجات ثابتة لو تاخد لي بالك. السؤال اللي بعد كده، في حالات التدخل الجراحي، حالات تدخل جراحي، تعال نشوف اللي بيحصل. يلزم الحصول على اقرار كتابي. بص، اقرار كتابي. انا مريض، انا تعبان، بموت يلا الحقني يلا، انا طبيب. لازم يا باشا قبل ما اخش العمليات دي الطبيب يمضيني على اقرار. يا باشا انت وافق ان انت هتعمل عمليه؟ وافق ان انا اعمل عمليه؟ انا بقول وافق، ها؟ يبقى دي ايه؟ الموافقه. بسم الله ما شاء الله عليك، اهي موافقه يا باشا. خلاص انت عرفت، والله انت عرفت الدنيا رايحه فين في الاخلاق البيوطبيه. اهو يبرر ما سبق احد عناصر الموافقه المستنيره. خلاص عناصر، تمام. هو ده افصاح؟ تدخل جراحي ده انا اتكلمت في تدخل الجراحه عن الافصاح يا باشا. هو الافصاح ان الطبيب او الباحث بيدي شويه معلومات معلش يا جماعه، بيدي شويه معلومات للمريض، بعدين في الفهم بيديله معلومات اكتر بيفهمها له. فطبعا ولا هي دي ولا هي دي. توعيه انا لسه قايل لك فوق يا راجل ان الحق يكون له حريه وبتاع. هنا تدخل جراحي لازم، بيقول لك لازم توافق. فدي طبعا يا رجاله الموافقه. على مستوى الممارسه اليوميه لرسالة الطبيب، يجب أن يمتلك مهارة توزيع الوقت في تعامله مع جميع المرضى. يكشف الموقف السابق عن أحد معايير أخلاقيات الطب الحديثة. بيقول لك لازم أنت تراعي، لازم يا باشا يكون عندك مهارة توزيع الوقت. هل هو تجنب عدم إلحاق الأذى؟ أنا هنا ما أذيتش حد عشان أتجنبه أصلا. رفع الضرر عن المريض، هو فين المريض اللي عنده ضرر عشان نرفعه؟
استقلاليه فرديه دي لها علاقه بالمريض، ما اتكلمناش عن الطبيب فيها. العدل في ممارسه المهنه دي يا رجاله الاجابه عدل في ممارسه المهنه. هو الراجل بيقول لك اهو لازم توزع الوقت، فانت كده لازم يكون عندك لازم يكون عندك توازن، ما ينفعش تميز واحد غني عن واحد فقير، لا يا عم كلهم ناس مرضى وكلهم تعبانين، فخلاص خلي عندك نوع من انواع التوازن، كل واحد بدوره والموضوع يمشي ايه، يمشي ببساطه ويمشي سلمي لو تاخد لي بالك. تعال نخش في السؤال اللي بعد كده. ركز يلا، ركز يلا، ما تسيبش الفيديو يلا، اللي انت عايز تقلب الفيديو وتتفرج عليها اتحبست خلاص. يا ركز هنا، مستقبلك هنا يلا، انت هادي يا فاشل يا فاشل يا فاشل، ركز. السؤال رقم 3 بيقول لك ان القضايا الرياضيه ديت قضايا افتراضيه شرطيه، تمام؟ القضايا الرياضيه دي قضايا افتراضيه شرطيه، ماشي. ماذا بعد؟ يتضمن فيها الشرط المنطقي جوابه دون أدنى اعتبار للوجود الخارجي، وجود خارجي لو تاخد بالك، يوظف ما سبق للدلالة على أحد خصائص القضية الرياضية. خلي بالك بيقول لك إن هي ملهاش وجود خارجي، يبقى هي محصورة في الموضوع والمحمول بس. فهنا هل هو بيضيف جديد؟ هو احنا اتفقنا إن في النسق الرياضي إن في إضافة جديد؟ ما حصلش والله ما حصل. يتناقض مع الموضوع يا عم، بقول لك ما بيضيفلوش جديد. واقع خارجي بقول لك اهو ادنى اعتبار للوجود الخارجي، انا ما بديلوش اعتبار اصلا، فطبعا يا رجاله هنا الاجابه مستمده من موضوعها. السؤال اللي بعد كده بيقول لك الراجل هنا يتحقق رضا المريض او رضاء المريض بتوقيعه كتابيا او توقيع من ينوب عنه هو او من ينوب عنه قانونا في حالة كونه قاصرا أو فاقدا للعقل. استخلص من مسابقة اثنين من عناصر الموافقة المستنيرة. رضاء المريض توقيع كتابيا يا باشا دي وش موافقة. حد ينوب عنه ان في شخص غير قادر يا باشا، خلي بالك انا بتكلم عن حاجة اسمها الأهلية اهو يا باشا. هنا بيقول لك هو عايز اتنين، موافقه واهليه، هو قاسم لي الجمله اتنين، خلاص ادي يا باشا موافقه وادي اهليه، مفيش حاجه صعبه. يقول عمك جورج بول، بتقول ايه يا عم جورج بول؟ ان النسق الرياضي نبدا فيه بمقدمات معينه، مقدمات معينه. ايه المقدمات دي يا سيدنا؟ المقدمات دي يا عمنا مالها بقى؟ تلزم عنها النتائج بواسطه الاستدلال السوري البحت. استخرج من القول السابق نوع الاستدلال. والله النسق الرياضي دوت نسق استنباطي، نسق استنباطي يا باشا، خلي بالك. يبقى هو يا باشا هو عايز نوع الاستدلال، خلاص يا عم ده النسق الرياضي نسق استنباطي. وهنا خلي بالك ختم معاك بسؤال في البيستاشيو ركز يا عسل ركز. فكده يا رجاله ده طبعا اخر سؤال، وده بالنسبه للتقييم رقم 9. كده التقييم خلص، سيبك بقى من التقييم، نركن التقييم خالص كده خلاص. هتحل التقييم ده تروح بالمدرسه خلاص زي الفل، احنا متعودين كل اسبوع نعمل نفس الحوار ده. طيب ايه اللي جاي؟ خلي بالك انت عندك الاسبوع الجاي او يوم 22/4 امتحان الشهر بتاعك بتاع ابريل، فخلي بالك انا هعمل لك مراجعه لشهر ابريل زي مراجعه فبراير بالظبط. فانت يا باشا دلوقتي انت طالب اولى ثانوي، ايوه انا عارف، ايوه انا عايزك اقول لك حاجه سر، ما تقولش لحد سر يلا، انت يلا سر. السر ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك هعمل لك اقوى مراجعه لشهر ابريل، المراجعه دي هتلم لك المحتوى بتاع الشهر كله، والله هتخش الامتحان انت مش هتكون عايز حاجه تاني، ده وعد مني. فانت انتظرني واعمل لايك واعمل سبسكرايب للقناه، وما تنسانيش انا في ظهرك ومعاك لاخر يوم في الامتحان بتاعك، معاك لحد اللجنه بتاعتك. تمام يا رجاله؟ وكل سنه وانتم طيبين، وكحك العيد، كحك اللي انت اكلته مش عايزين نجيبه في الامتحانات، فانت ايه، طلع كده التراب من دماغك، نظف الكومودين اللي بين دماغك ده اللي انت ماشي عمال تنطح بيه دوت باشا، وايه وركز واستعين بالله كده، والله العظيم انت تقدر وتعملها. الماده دي لو ركمتها هتزعل، وانا مش عايزك تزعل عشان الماده دي زعلها وحش. تمام يا استاذنا؟ تمام يا اسطى؟ يلا السلام عليكم.